نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة في آخر أسئلتها: هل يجوز للمرأة أن تقصر من شعرها وأظافرها وغيرها خلال أيام العشر، بحيث أن الحكم يمشي على الزوج بصفته المضحي عن أهله؟ نعم، خلاصة هذا السؤال أنه إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد الإنسان أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره شيئا. فهل هذا الحكم يتناول أهل البيت بمعنى أن الزوجة لا تأخذ من شعرها وبشرتها وظفرها شيئا وكذلك بقية العائلة؟ والجواب لا. فللمضحى عنه من الزوجات والأولاد بنين وبنات والأمهات بكل من في البيت ممن يضحي عنهم قيوم البيت لهم أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وأراد أحدكم أن يضحي، ولم يقل أو يضحى عنه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة عنه وعنها لبيته، ولم يرد أنه يقول لهم امتنعوا من أخذ ذلك، ولو كان امتناعهم واجبا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. نعم.